كم مرة حكيت ويا صديقك عن شيء، فرشة، تلفزيون، عطلة، وبعد كم دقيقة طلع لك إعلان على تليفونك؟ أنت مو وحدك، ملايين الناس صاروا يحسون إنه تليفوناتهم صارت تراقبهم حتى وهم ساكتين. فيسبوك، انستغرام، جوجل، وهي أول مرة تصير. اكو ناس هواي سووا نفس التجربة، نفس النتيجة، كأن التليفون يسمعك. بعض التطبيقات خاصة المجانية تستخدم إذن الميكروفون، بعدين تظل تشتغل بالخلفية حتى لو ما تفتحها. شركات الإعلانات تدفع فلوس حتى توصل محتواها للناس المهتمة. التطبيقات تستخدم كلمات مفتاحية من حكيك اليومي وتبيعها للمعلنين. حتى شركات أمن إلكتروني مثل نورتون وكونسيومر ريبورتس حذروا من الموضوع وقالوا التليفون مو يسمعك، هو يتجسس عليك. السؤال هو شلون تحمي نفسك؟ راجع اذونات كل تطبيق خصوصا المايك. احذف التطبيقات اللي ما تستخدمها. استخدم نظام VPN قوي. لا تحكي معلومات خاصة وانت قريب من تليفونك حتى لو طافي. واذا شفت اعلان عن شيء حكيته قبل شوي، تذكر يمكن التليفون سمعك مو صدفة. احنا متعودين نراقب تليفوناتنا بس الظاهر هي اللي تراقبنا. تتوقع فعلا اكو تطبيقات تراقبنا؟ اكتب رايك بالتعليقات وشوف اذا غيرك صار ويا نفس الشيء.